السلام عليكم. النهاردة هنفتح موضوع جديد يمكن كتير مننا بيهرب منه. فكرة إن مفيش حاجة 100% أكيدة في حياتنا. بنحاول نبحث عن الأمان والتأكد، سواء في شغلنا، في علاقاتنا، أو حتى في قراراتنا البسيطة. لكن هل ده فعلا منطقي؟ وهل كل حاجة لازم تكون مؤكدة عشان نعيش مطمنين؟ خلونا نستكشف أكتر. أول حاجة محتاجين نفهمها إن اليقين المطلق نادر جدا في الحياة. حتى لما نفكر إننا متأكدين من حاجة معينة، بنلاقي الظروف بتتغير أو بتظهر جوانب جديدة تخلي رأينا يتبدل. مثلا في الشغل، ممكن تكون متأكد إنك هتترقى في الشغل، بس فجأة يظهر منافس جديد أو تتغير سياسة الشركة. أو في العلاقات، ممكن تكون شايف إن العلاقة اللي انت فيها مثالية، لكن بمرور الوقت تستكشف اختلافات أو تحديات. أو في اتخاذ القرارات، كتير مننا بيستنى لما يتأكد 100% قبل ما ياخد خطوة. لكن الحقيقة إن مفيش قرار مضمون بشكل كامل. الحياة بتتغير بسرعة، والعوامل حوالينا ممكن تقلب كل التوقعات. كل ده يخلينا نسأل، ليه بنصر على اليقين رغم إن الواقع دايما بيقول العكس؟ ليه نبحث عن اليقين؟ البحث عن اليقين مش غلط، هو في الحقيقة شعور طبيعي. الإنسان بيحب يحس بالأمان والاستقرار، وده بيخلينا نرتاح لما نحس إن كل حاجة واضحة ومضمونة. لكن المشكلة هنا إن الحاجات دي ساعات بتخلينا محبوسين في منطقة الراحة. لازم بنخاف من المخاطرة والتغيير، ومع الأسف ده بيخلينا نفوت فرص كتير لمجرد إننا عايزين ضمانات. المشكلة إن فكرة ضمان أو يقين مطلق ده شيء نادر جدا، وحتى لو حسينا بالأمان مؤقتا، ممكن كل شيء يتغير فجأة. إزاي نواجه فكرة عدم اليقين؟ الفكرة هنا إننا بدل ما نحاول نلاقي اليقين في كل حاجة، نتعلم نعيش مع عدم اليقين. إزاي؟ واحد، اتقبل الغموض. شوف إن مش كل حاجة لازم تكون واضحة 100% عشان تبدأ فيها. ساعات الخطوات الصغيرة بتكون هي المفتاح، حتى لو مش متأكدين من النتيجة. خليك مرن، المرونة هي السر. لما تقبل إن الظروف ممكن تتغير، هتكون جاهز تتكيف مع أي تغيير يحصل بدل ما تنهار أو تتوتر. ركز على النمو بدل النجاح الكامل. خليك عارف إن حتى لو النتيجة النهائية مش مضمونة، التجربة نفسها هتخليك تتعلم وتكبر. النجاح مش دايما في الوصول للهدف، ساعات بيكون في الرحلة نفسها. في النهاية، مفيش حاجة في الدنيا 100% أكيدة، وده مش معناه إننا نوقف أو نفقد الأمل. بالعكس، ده معناه إننا نستمتع بالتجربة، ونعيش حياتنا بتقبل ومرونة، وندرك إن اللي بنتعلمه في الرحلة بيكون ليه قيمة كبيرة، حتى لو النتيجة مش مؤكدة. أتمنى يكون الفيديو خلاكم تفكروا بشكل مختلف، وعرفنا إنه مش لازم نكون متأكدين عشان نبدأ أو نستمر. شاركونا رأيكم في التعليقات، هل فعلا محتاجين نكون متأكدين من كل حاجة، ولا ممكن نبدأ حتى لو مش متأكدين؟ شكرا للمتابعة.